سلفتك تاني يوم رمضان قالت لك المكرونه البشاميل بتاعتك وحشه عند حماتك. انا النهارده بقى جاي اعمل مكرونه بشاميل وهسميها اجمد مكرونه بشاميل في الحياه. اكسبلور ولايك ومتابعه ويلا نعلم عليهم يا نجوم الكون. اول حاجه هنشقلب طاسه على النار سنه زيت. بعد كده هنزل باللحمه بتاعتي تاخد صدمه ويا ريت تكون جوزي شويه. اول ما اللحمه تاخد صدمه هنزل ببصل عشان يتكرمل، رشه فلفل اسود، رشه بهارات وملح بتغلي، ورشه ملح، وانزل بالمكرونه. وخلي بالكم ميه المكرونه بتاعت البشاميل ما بتحطش فيها زيت. نيجي نسلق المكرونه ما نجيش عليها في السوا قوي عشان خاطر ما تتهريش مننا في البشاميل. اهم لحظه بقى لحظه البشاميل، ازاي بقى ما نعملوش مخرز انا هقول لكم. جيب اللبن بتاعي وارفعه على النار بالشكل ده. طاسه تانية على النار سنه زيت سنه زبده، انزل فيهم ب3 معالق من الدقيق، اضربهم لحد ما يبقوا بالشكل ده اسمه صوص فوليتيه. بعد ما يخلص بقى انزل هنا لحد ما اجيب القوام المطلوب، مكعب ماجي ورشه فلفل اسود وملح. انزل بقى بالمكرونه بقى اللحمه، رشتين بقى من البشاميل بقى اللي هتخش الفرن، كبش البشاميل من تحت. ننزل بقى بالجريمه اللي احنا عملناها بالشكل ده، وبعد كده هنسويها مسطره. طبقه البشاميل التانية من فوق بقى. لكم بقى ان زمن البيض ولا هنحط ميكس جبن كده من فوق بالشكل ده، وانا بحب الجبنه رومي فبحط جبنه رومي. واخر حاجه حبه من الفلفل الالوان وهدخلها 12 دقيقه على الشبكه. اخر المكرونه البشاميل يا نجوم الكوكب زي ما انتم شايفين، حاجه روعه جدا 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 جدا. عايز اقول لكم ريحتها جامده جدا اقسم بالله. اكسبلوروا لايك ومتابعه يا حبايب قلبي، وعايزكم تدعموني علشان خاطر اجيلكم باقي الاكلات